ازيكم؟ تعالوا نعمل مع بعض سمك مكاريل سنجاري. حكاية يا جماعة، احلى بكتير من بره. شايفين الجمال؟ تحفة. والطعم حكاية. يلا بقى بسرعة نشوف الطريقة. اول حاجه معايا 5 6 ليمونات عصير وعصرهم كويس جدا. تمام. راس توم، معايا كمون، بابريكا، بهارات سمك، كزبره، رشه من الفلفل الاسود وملح. ومعايا كمان زيت. هبتدي احط بقى الثوم على الليمون وعلى التوابل. تمام كده، واقلبهم بقى كويس جدا. دي بالنسبه لي دي تتبيله السمك اللي انا هعملها. بعد بقى ما اقلب المكونات كلها، ابتدي بقى ان انا اضيف لها كمان نص معلقه كبيره من هريسه الفلفل اللي احنا عملناها قبل كده. نقدر نستبدلها باي فلفل مفروم، مفيش اي مشكله. بس هرسه الفلفل بتدي طعم حلو قوي للاكل والتتبيلات. تاني حاجه معايا السمك المكاريل نضيف زي الفل ومغسول. حطاه على المصفى عشان يصفي الميه كلها اللي فيه، ما يكونش فيه ولا نقطه ميه. تمام. الخطوه التانية بقى ابتدي ان انا اجهز الفويل. مقطعه كده قطع من الفويل مربعات. تمام. ابتدي ادهنها دهنه بقى بسيطه كده من الزيت. وابتدي اجيب اول سمكيه، وابتدي اقفل عليها الفويل على شكل مركب او على، يعني هحدد بيها السمكيه بالظبط بالشكل ده. هظبطها بقى كده واقفلها. عايزه اقول لكم من بدايه المرحله دي انا مشغله الفرن على اعلى درجه حراره. الفرن ضروري يكون سخن جدا جدا جدا. وهقول لكم يعني في الاخر ليه ضروري ان احنا نسخنه كويس جدا، لاني اصلا السمك لازم نصدمه على درجه حراره عاليه. وتاني حاجه، هو مش بياخد وقت اصلا كتير في الفرن. يعني 25 دقيقه 30 دقيقه بالكتير بيكون خلص معاكي احلى سمك مكاريل. هتاكلي سمك تحفه بجد. طبعا هنا بقى بعد ما خلاص ظبطت بقى السمكية، هبتدي بقى اظبطها كده واتبلها بالتتبيلة لحد ما توصل معايا للمرحلة دي. وهحطها بقى على الصاج اللي احنا ايه هندخله. هندخله الفرن عادي. انا هدخلها على صاج البوتاجاز العادي جدا. فرشت عليه ورقة زبدة او ورقة فويل، مفيش اي مشكلة. وببتدي اني انا كمان بعمل برضو يعني كل السمك كل الكمية اللي عندي بنفس الطريقة. قطعة الفويل نقدر كمان نحط قطعة فويل وقطعة زبدة، بس أنا عايزة أنا استخدمت الفويل بس مفيش أي مشكلة. طبعا ضروري السمك المكاريل عشان هنعمله سنجاري يكون مفتوح من الظهر. يعني نقول للسماك اللي احنا جبنا منه يكون السمك مفتوح من الظهر. تمام. وطبعا انتي بتنضفيه وبتغسليه ونصفيه كويس جدا من المية. وهتبله برضو بالشكل الجميل ده. عايزه اقول لكم ريحه التتبيله والسمك المكاريلي سنجاري تحفه يا جماعه. عملت لكم قبل كده البولتي، بس المكاريلا خطير. هنا بقى معايا جزرايه فلفلايه طماطمايه وبصلايه صغننين. تمام كده. ابتديت ان انا حطيت عليهم معلقتين من التتبيله وقلبتهم كويس جدا. وهحط يعني السلطه دي هحطها على وش السمكه بالشكل ده. هوزعها بقى زي ما انتم ما شايفين كده. عايزه اقول لكم كمان السلطه دي بتبقى حلوه جدا جنب الرز او العيش. يعني السمك نقدر نقدم جنبه عيش ناكله بالعيش مع سلطه طحينه، او ممكن كمان نقدم جنبه رز ابيض. والسلطه دي بيبقى طعمها تحفه. هحط بقى معلقه كبيره من الزيت هوزعها على وش كل سمكيه بالشكل ده. وطبعا زي ما قلت لكم كل الوقت ده انا مشغله الفرن على اعلى درجه حراره. كده تمام. هنا بقى مجهزه معايا شرايح من الليمون. تمام كده. هبتدي احط شريحتين من الليمون على وش كل سمكية بالشكل ده. تمام. وهبتدي ادخل بقى الصاج في الفرن. السمك هياخد معانا تقريبا من 25 لنص ساعة بالكتير، مش اكتر من كده خالص. هيطلع معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده. شايفين الجمال؟ تحفة. اللحم بتاعه متبل وشارب من التتبيلة. طعمه حلو قوي قوي. نقدر نقدمه جنب عيش جنب رز. بس بصراحة وجبة جميلة وحلوة جدا جدا. المكاريلا هيعجبكم جدا سنجاري، جربوه. وبكده يكون خلصت وصفة النهاردة. بتمنى ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم وتجربوها. لو عجبكم لايك وشير، وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.